السلام عليكم، كيف نتوما؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله اليوم غنعملوا الغريبيه مغربيه. اول حاجه عندي هنايا زلافه السكر، عباره هاد الزلافه كل واحد يعبر بالزلافه اللي عنده. زلافه السكر غنعمل عليها نفس العبار زلافه ديال الزيت، اوكي، وغنعمل عليها ربع ديال الزبده يكون طريه، يعني نطلعها من النبيره قبل تكونش قاصحه من النبيره، اوكي. هادو غادي نخلطهم في الماكينه بالحق. قبل الطحين انا عندي كيلو بالحق على حسب ما تهز، لان كاين الطحين كيشرب الطحين ما كيشربش. هذا الطحين غنعمل فيه واحد الكاس صغير ديال الجنجلان محمص. تقدر الجنجلان النص ديالو طحنو النص خليه يحبو باش يدير المذاق، تقدر تعملو كامل هيدا. وعندي نص كاس ديال النوا مقلي ومسلوق ومزول له قشره ومقلي ومطحون نص كاس. هذا زعما اختيار، اللي بغى يعملو ما بغاش ما يحتاجش، كيزيد المذاق بالحق زعما ماشي ضروري. هادو غنخلطو مع الطحين، وغنخلط معاهم واحد مغروفه كبيره ديال الخميره. سينو في المغرب الخميره جوج ديال الخميرات، اوكي. انا عملت مغروفه كبيره، غنزيد عليها واحد نص مغروفه صغيره، اوكي. هادو غنخلطو مع بعضهم، هادو الحاجات الناشفين. اذا حتاجت الطحين انا غنزيد ديجا، غنزيد هذا غير شويه هنا باش نخلط به غير ديك اللوز والجنجلان والخميره، اوكي. هما هادو في الاول خصهم يتخلطوا مع بعضيتهم. اذا في الماكينه تخلط ترجع بحال كريمه، الا باليد عاوتاني خصها تخلط سيدو بديك السكر مع الزبده تخلط مزيان. انا في الاول غنخلطهم بهذا باش يرجعوا بحال كريمه. من بعد اوكي، من بعد غادي ملي نعمل الطحين غادي نركب لي الماكينه هذا، اوكي. في الاول غنبدا غير السرعه قليله حتى يتخلطوا عاد داك النوع، غنخليهم يتخلطوا مزيان ساعه نبدا نزيدهم الطحين يرجعوا بحال كريمه، اوكي. ها هي كيفاش رجعت بحال كريمه. بحال قلت لك يا اما الماكينه هيدا، كاينه اللي كيعملها في مولينيكس ديال العصير، كيعمل الزبده والزيت والسكر في مولينيكس العصير، كيجيو بحال هيدا عاوتاني كيسهلوا عليك بالنسبه للخدمه الاولانيه، لان هي اصلا هي الحاجه المهمه فيها. دابا انا غنزيد الطحين، غادي نبدا نزيد الطحين شويش بشويش. في الاول غنخلط غير بشويش، ماشي. كنبدا نعمل الطحين الفيتاس بشويش، كنعمل الطحين شويه بشويه. هي كتبغي تدلك وتعمل الطحين كتبغي تدلك، اوكي. هي هذه انا زولتها من الماكينه، خصني دابا نكمل ملي كتوصلنا هيدا نكملها بيدي باش نعرف لا واش برك عليها الطحين ولا لا، باش نبقى نزيدها انا شويش بشويش وندلكها. خصها تجي هيدا تحس بها منتي كدلكها بحال مرمله شويش في يدك، ما تجيكش رطيبه، تجي مرمله في اليد، وما تجيش قاصحه بزاف في نفس الوقت، ما تجيش خفيفه بزاف لان تفرش لك في اللاطه. انا اش كنعمل دابا مثلا، انا كنشوف برك عليها هيدا غنشبر وحده غادي نعملها في الفران تجربه، عاد نكمل اخرى نخليها هي ترتاح. غندخل انا هذه نفران، نعمل جنجلان تجي هيدا ماشي مكوره واقفه، وفي نفس الوقت ماشي مسطحه مر، لان باقا هي غتنفخ تتفرج. وفي نفس الوقت غنعمل لها واحد شتيتو، غنعمل لها هنايا بحال الغطيسه وغنعمل لها فيها شويه د الجنجلان، اوكي. غندخلها نفران. الغريبيه الطياب ديالها خصها الفران يكون فويقو عالي، في 7 دقائق 10 دقائق الاولى فويقو عالي، من بعد نحني لها فران اولا على حسب هو كل فران والطياب ديالو. كاين من فران كتحتاج تشعل عليها من فوقي تتشق، عاد تشعل عليها من تحت. حقيقه كان فران زعما مزيان عنده فويقو عالي واحد 10 دقائق الاوليه باش تشق، من بعد حنيله بوطه فران وخليها طيب. انا هذه غنطيبها وغادي نعدل هادو في اللاطه ديك الساعه نرجع. اوكي، ها هما هادو جربتهم جوج. هذه الاوليه جربتها، شوف كيفاش التشقيقه ديالها مزيونه بالحق، هي خفيفه شديدو
تجي جامعه راسها شتيتو بالحق. شوف التشقيقه ديالها كيفاش عامله. الغريبيه لما كانت مشققه ما كتسماش غريبيه. عملت واحده اخرى زدت شتيتو ضد الطحين عليها، جات هايده حتى هي مزيونه. بجوج بهم مزيونين، لا جات هايده او لا جات هايده مزيونين. هذه خفيفه شويش، هذه زايده قاصحه شتيتو. انا زدت في الطحين بيناتهم، عملت دابا بيناتهم اللي غادي نطيبهم غادي تجي بيناتهم ان شاء الله. بجوج بهم مزيونين. هاد التشقيقه هذه مزيونه في الغريبيه تجي هايده، وحتى هذه كتجي غزاله وكتجي هشيشه بزاف. زعما اللي باغيها هايده وباغيها هايده. انا زدت، انا قلت لك زدت شويه الطحين من هذه، زدت في النص بيناتهم. هما هادو حق. انا غادي نوريكم كيفاش نعملوا. انا العجينه ثقلتها شويش على اللي كانت. خاصني تكون كتجمع كوره لا تكيتي عليها بحال اللي تفتت لك في يدك. هذا هو الميزان ديالها. وزيد عليها ملي تكوره ما تكيش عليها بزاف. ملي كوره هايده ما تخليهاش كوره وفي نفس الوقت ما تبسطهاش. فغتجي غتعمل لها بحال اللي غتعمل واحد الثقبه في النص هنا. ديك الثقبه ملي غتعملها لا عملت لك واحد الشقه بحال هيدا، هذيك اللي باغينها حنايا في العجينه تكون هايده. يعني اون فوا نتكي عليها باش نعمل الجنجلان في النص، تعمل لي واحد الشقه من واحد الموطع، تفتح من واحد الموطع. هذا العبر ديالها. طياب الفران، انا الفران ديالي فيه العافيه من فوق والعافيه من تحت. في الاول شعلتهم بجوج بيهم من فوق ومن تحت بالحق مجهدين، ولا تقريبا فوق اكثر. ما عملتش غير الفوقي، بجوج بيهم مجهدين واللاطه قريبه اكثر. هي شتي كتعمل بحال واحد الشقه هنايا كتعرف بان العجينه كتكون حسن. زعما هذا زعما التكستور اللي خصك توصل له. بعدهم شويش على بعضيتهم لانهم كيكبروا. انتينا شفتي قداش كيكبروا. من بعد 10 دقائق ديك الساعه حنيت الفران من فوق ومن تحت محني، وخليتها على خاطرها كتحمر باش تحمر تحميره مزيونه. عملتي فويغو بزاف، خليتي هايداك شاعل غتحمر لك تحميره تحرقالك. ها هي شتي ديك الشقيقه كتعملها. هذا ميزان كنمشي بها انا بالحق. كل واحد وكيفاش كيجيب العبار، حيت هي ما تقدرش تقول شي واحد عمل الطحين بالعبار، ما تقدرش تقول، لان هي على حسب الطحين. كيما الطحين غطلب لك بزاف، كيما غطلب لك شويش. دائما خصها لها تجرب. انا الغريبيه كنفضل انه اي واحد يجرب بواحد العبار. مثلا العجينه باقا شويش خفيفه يجرب، يزيد شتيتو طحين ويجرب وحده اخرى ويشوف. انا الثانيه اللي جربتها ما زيدتش الطحين العجينه كامله، زيت شويش وزيدت شويش د الطحين وبها عبرت وعملته. شفت جبرت بان خصني نزيد بيناتهم. يعني التشقيقه الاولى مزيونه بالحق بحال اللي خفيفه شتيتو باش ما تفتتش عاوتاني. ها هي انا وجدت هادو ملي كانوا هادو كيطيبوا، وجدت هادو غندخلهم للفران، غندخلهم الفران كاملين. وديك الساعه ملي يطيبوا عاود نوريهم لكم. اوكي، هي هذه الحلوه كملتها بالطياب. هي هذه كتجي، شوفي اش كتجي مزيونه بحال اللي قلت لكم. العبر اللي عملته مزيون، ما هي بزاف ما هي شويش. حتى المذاق ديالو شوف كيفاش عامله، تحميره مزيونه. حتى المذاق ديالها غزال. ديك النوا والجنجلان كيطلقوا مذاق. الا ما كاينش النوا تقدر ما تعملوش، تقدر تعمل فاني. اذا كاينه غير الجنجلان تقدر تعمل جنجلان وشويش منه طحنو باش يعطي المذاق ديالو اكثر. الطياب ديالها الاول فران مجهد من فوق ومن تحت 10 دقائق، وملي تكمل 10 دقائق كتحنيه مره. وحط طياب ديال الحلوى ديك 150 عرفتي كل واحد على حسب فران 150 درجه 170 درجه، وخليها كتحمر على خاطر باش تحمر لك التحميره هيدا ما تجيش ملهوفه. العافيه بزاف تلهفه تجي كولور ديالها ماشي مزيون. هي هذه جربوها غزاله بحال اللي قلت لكم في الاول. الخدمه ديال الزبده مع الزيت مع السكر هي المهمه. جربوها، خلطوها في الخلاط ديال العصير وغادي تشوفوا فرق كبير بينها وبين تخلطها بيدك. خليها حتى تخلط في ديك الخلاط. شني الزبده ما تكونش بارده، تكون طلعتيها من النبيره من قبل، يعني كريمه خلطه مزيان ترجع كريمه. هذاك الحاجه الاولانيه المهمه. وثاني حاجه طياب الفران باش تجي الغريبيه مزيونه. وبالصحه والراحه ويجركم بروكه. باي باي.